السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجنا احكي يا فنان. النهاردة بنستكمل سلسلة حلقاتنا عن نجوم الظل المنسية في السينما المصرية، ونجمنا النهاردة هو فايق بهجت. ولو انت مش عارف فايق بهجت أفكرك، عارف فيلم النظارة السوداء قصة إحسان عبد القدوس وإخراج حسام الدين مصطفى؟ عارف الراجل اللي كان عامل دور مصطفى عامل المصنع اللي فقد ذراعه في إصابة عمل داخل المصنع؟ في مشهد من الفيلم راح مصطفى المديحة اللي قامت بدورها نادية لطفي بيطلب منها تنقذ المهندس عمر اللي قام بدوره أحمد مظهر من انحرافه عن الطريق المستقيم اللي كان واخده دفاعا عن عمال المصنع. عمر اللي كان له أكبر الأثر في تغيير مجرى حياتها واداها الأمل في الحياة وعلمها إن الإنسان لا يمكن يدرك السعادة في الحياة وهو بلا نفع عايش بلا هدف. العامل مصطفى قال لها جملته الشهيرة: الواحد لما يحود يلزمه اللي ينبهه ويرجعه للطريق المظبوط. جملة تلخص قصة الفيلم، وأعتقد إن ده أهم دور عمله فايق بهجت في مسيرته الفنية كنجم من نجوم الظل. فايق محمد بهجت ممثل مصري، ولد في 15 يونيو سنة 1922 ويقال سنة 1929. هو ابن مهندس المساحة محمد بيك بهجت الموظف في وزارة الأوقاف. فايق ممثل وكاتب سيناريست وممثل مسرحيات، اشتهر بأعماله مع المخرج الراحل حسام الدين مصطفى اللي قدم معاه حوالي 25 فيلم أو أكتر، وعمل كتير من المسلسلات الإذاعية مع مخرجين تانيين، واشتغل مع فرقة تحية كاريوكا وفايز حلاوة. ومن أشهر أعماله اللي أخرجها حسام الدين مصطفى إسماعيل ياسين للبيع، الطريق، هارب من الأيام، شقاوة رجالة، بطل للنهاية، بقايا عذراء، عالم مضحك جدا، شنبه في المصيدة، قاع المدينة. ده طبعا غير دوره في النظارة السوداء سنة 1963. توفي فايق بهجت في يوم 17 إبريل سنة 1979 عن عمر يناهز 57 سنة. وإن كان ما عندناش معلومة مؤكدة عن تاريخ الميلاد أو تاريخ الوفاة بالظبط، لكن المؤكد إن فايق رحل دون أن يشعر به أحد. شأنه شأن كثير من نجوم الظل المنسية في السينما المصرية. خلصت حكاية فايق بهجت ومعها تخلص حلقتنا النهاردة، لكن حكايتنا لسه ما خلصتش. وقبل ما نختم الحلقة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير كمان. واستنوني إن شاء الله ويوم جديد ونجم جديد وحكاية جديدة. احكي يا فنان.